مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة المشاهير وتذكر الزمن الجميل. اليوم مرة أخرى غادي ننزلوا بمدينة الزهور، مدينة المحمدية، باش غادي نتكلموا على واحد الفريق عريق اللي خلى لنا واحد النجم ضائع. مع كامل الأسف نجم اللي تخلق في بلد ما كيعترفش بالعطاءات ديال النجوم ديالو والمشاهير ديالو. الفريق هو فريق اتحاد المحمدية، والنجم هو الأنشودة الحزينة لمدينة المحمدية، الحسين أخوشان. الحسين أخوشان رقم 8، الشهير ذو اللحية، المراوغ والفنان، واللي شفنا فيه لقطات ميسي في السبعينات. كانوا نجوم، كان لاعب واحد كيمثل 50% من الفرقة ديالو. شفنا الحسين أخوشان اتحاد المحمدية، شفنا أحمد فراس شباب المحمدية، شفنا مصطفى ديال وجدة مولودية وجدة، شفنا أبو سحابة ديال النهضة البركانية، شفنا محروس ديال الجمعية السلوية. الأمثلة كثيرة وكثيرة. مع كامل الأسف النجوم ديالنا والمشاهير ديالنا كلهم في نهاية المطاف ديالهم والنهاية ديال المسيرة الكروية كيمشيو للضياع. وحنا كنتكلموا على الحسين أخوشان. الحسين أخوشان التائه بهذا المعنى نقولوا في مدينة المحمدية. الحسين أخوشان اللي ما كيتذكروا حتى شي واحد. مع كامل الأسف كنتذكروه حنا كمتتبعين. كان لاعب فنان، لاعب مميز ذو تقنيات عالية، وكان كيبهر الجماهير ملي كانت كتلعب اتحاد المحمدية في مركب محمد الخامس، الملعب الشرفي بالدار البيضاء. الملعب الشرفي اللي كانوا الأغلبية ديال الملاعب كلهم كانوا حمري، وكانوا هاد اللاعبين ديال البطولة الوطنية المغربية كانوا كيفرحوا ملي كانوا غاديين ملي كيبغيو يلاقيو الرجاء البيضاوي أو الوداد البيضاوي أو نجم الشباب البيضاوي أو الاتحاد البيضاوي اللي كانوا كيلعبوا في مركب محمد الخامس، يعني الملعب الشرفي بالدار البيضاء. كثيرا من اللاعبين كانوا كيبينوا على العلو الكعب ديالهم في الكازون، في العشب اللي كانوا محرومين منه، وكانوا الملاعب الاكثريه ديال الملاعب كانت يعني تراب حمري، ومع ذلك كانت الكره. حنا المؤسف اللي كنتاسفوا في هذا الوقت، في هذا الزمن هذا، فكاينين اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي اللي، وهنا كنشوفوا اللقطه ديال الحسين أخوشان ضد المدافع الرجاوي خالد مسالك. وهذا هو اللقطه اللي غادي يشوفوها الاجيال الحاليه ديال الحسين أخوشان، اللي كان كيمثل 50% من فريق اتحاد المحمديه. كان بوحدو كيحامي مدافعين، يعني كانوا كيخافوا من التصرفات ديال الحسين والتوزيعات ديال الحسين، لانه كان وسط ميدان ممتع. لاعب كبير، ولكن مع كامل الاسف كيتعتبر انشوده حزينه للمحمديه في الوقت الحالي. تجول كما يحلو لك الحسين أخوشان، فكل دروب المحمدية تعرفك بأنك لاعب فنان ضائع، لا يهتم بك أحد. الحسين يعني ما لقاش الرعاية، ما لقاش العرفان. كنتأسفوا على هاد اللاعبين المغاربة ديال المنتخب الوطني المغربي اللي كيعيشوا في بحبوحة العيش، يعني على الأقل يتذكروا لاعبين مغاربة أعطوا الشيء الكثير وهما كتضيع أيامهم في الوقت الحالي. ماذا عسانا أن نقول للحسين أخوشان؟ تجول كما يحلو لك في مدينة المحمدية، فدروبها وأزقتها تعرفك، وأنت أنشودة المحمدية الحزينة. الحسين أخوشان يتجول في مدينة المحمدية في انتظار من سيقدره ويجالسه ويعرف حياته ووضعيته. الحسين تتسابق عليه المنابر فقط لأخذ ارتسامات لا تسمن ولا تغني من جوع. الحسين
نتمنى لك الصحة والعافية في انتظار بارقة أمل التي سوف تأتي أو لا تأتي. لنا منك ألف تحية وسلام. مرحبا بكم الإخوان في قناة مشاهير الكرة في البال وفي الذاكرة. اليوم عثرنا على واحد النجم كروي اللي عشنا معاه في أيام السبعينات، أيام السبعينات الزاهية مع هذا اللاعب النجم، وهو الحسين أخوشان. الحسين أخوشان ديال فريق اتحاد المحمدية واللاعب الدولي اللي سبق ومتعنا. طلبنا منه هذه الجلسة. تلاقيته في المقهى ديال رشيد روكي بمدينة المحمدية، ولكن ما استطاعش، باش ما بغاش يدير لنا بشي تصريح. وهاد الساعة أنا نبت عليه باش نقدمه لكم ونقدمه للعشاق ديالو، لأن الحسين أخوشان ما تنساش. والحسين أخوشان كتلقاه في المحمدية، في دروب المحمدية، وتلاقيناه اليوم في مقهى رشيد روكي. وهو السي الحسين، الا بغيتي تقول لنا شي كلمه. نعم. الحسين كنتمناو شي التفاته من الجامعه الملكيه لكره القدم، لان الحسين قدم شيء الكثير وكيتعتبر نجم كبير، ولكن كيعيش في التهميش. وكنت انا راني كنجي للمحمديه، ويا لما كنتمنى نتلاقى مع الحسين أخوشان، واليوم جمعتني معاه الظروف في مقهى رشيد روكي، وراني تقاسمت معاه قهيوه. هو الحسين كيتناول القهوه ديالو، وانا جيت جلست معاه وحكيت ليه بانني عندي قناه كنتكلم على المشاهير ديال الكره اللي تناساهم الكل، وقدمت ليه حلقات، وريت ليه الحلقات اللي خصصت ليه. والحسين راه طلبت منه شي رقم هاتف اللي عنده، مع كامل الاسف ما عندوش الهاتف. كنت باغي ننشر الرقم ديالو باش يتلاقاو معاه العشاق وتكون شي التفاته من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ومن العشاق ديال الحسين اللي كنا الحسين راه ما نسيناكش. الحسين انت كنتي رقم 8 وكانت عندك اللحيه وكنتي راه كانوا يسموك بريطنير. واش عقلتي؟ راه سموك بريطنير، يعني كنتي كتشبه البريطنير اللاعب الالماني في السبعينات. يعني كنتي لاعب وكان كيتحسب لك 1000 حساب مع ضد الفرق المغربيه. ويا ليتما لا طالما تفرجنا فيك في مركب محمد الخامس ضد الرجاء وضد الوداد وضد الاتحاد البيضاوي ونجم الشباب البيضاوي ملي كانوا في القسم الوطني الاول. والحسين الاخوان، الحسين خصكم تجوا للمحمديه العشاق ديالو تسولوا على الحسين. اللي بغى الحسين يقدم لي شي مساعده في يجي المقهى ديال روكي، راه كيجي في الصباح، عنده قهوه ديال الصباح وعنده قهوه ديال العشيه في مقهى روكي رشيد روكي في المحمديه قريب القصبه. ياك الحسين اللي بغاك يجي عندك المقهى رشيد روكي، وغادي نتلقاو الحسين أخوشان. والعشاق ديالك الحسين راهم كثار، يعني راه ماشي قلال. انا درت حلقات عليك في هذه القناه ديالي، ديال قناه مشاهير الكره في البال وفي الذاكره، وكانوا الاخوان والعشاق ديال الحسين بزاف كانوا داروا تعاليق. والحسين كنتاكدوا بان اللي بغى يلقى الحسين أخوشان يجي للمقهى ديال رشيد روكي، راه كياخذ قهوه في الصباح وكياخذ قهوه في العشيه. انا كنت كنتناول القهوه ديالي في مقهى رشيد روكي، وبان لي الحسين دخل المقهى وطلع الفوق، وانا جيت طلبت منه الاذن ديالو باش نجلس معاه. وفي طبيعه الحال وافق الحسين، ياك سي الحسين، وافق الحسين وجيت جلست معاه وكياخذ القهوه ديالو. راه عنده قهوه ديالو كياخذها في الصباح وفي العشيه. والحسين راه حنا كنبغيوك، راه ما نسيناكش، وراه كنتمناو شي التفاته، كنتمناو لك شي مقابلات كريميه، تكون شي مقابله تكون كبيره دوليه ان شاء الله. الحسين انت راك لاعب كبير، راك نجم وهرم كروي، وكنتفكروك ملي كنتي في فريق الاتحاد المحمديه وكنتي كتلعب الثمانيه وكنتي موزع وكنتي حتى هو دينامو الفريق.
ياك الحسين كنتي انت هو الدينامو ديال الفريق، وتبارك الله كنت عندك واحد، بالرغم من القصار القامه ديالك كنتي يعني كتسرب ما بين، كانت عندك التقنيه وكنتي كتوزع الشهاده على اللعابه ديال الاتحاد المحمديه. وكنقول لك الحسين تبارك الله عليك، كنتمنى لك الصحه والعافيه وطول العمر، ونتمناو ديما نتلاقاو معاك هنا في المقهى ديال رشيد روكي. وكما قلت لك كنأكد العشاق ديال الحسين اخوشان، اللي بغى الحسين اخوشان يجي للمحمديه يدوز للمقهى ديال رشيد روكي، راه كيجي ياخذ قهوه في الصباح وقهوه في العشيه. وحنا كنشكروا السي رشيد روكي لان مخصص قهوه الحسين في الصباح وقهوه في العشيه. وهذا ياك سي الحسين بهاللي فيك السي رشيد روكي، وكنتمناو ليه تا هو التوفيق. وانا سولت على رشيد روكي في المقهى ديالو، قال لي راه كيشتغل في الامارات، وكنتمناو ليه التوفيق. وهذه الالتفاته اللي كيلتفت اللي عطاها اللي خصصها الحسين اخوشان. فاحنا السي الحسين الا بغيتي تقول شي كلمه في الاخر ديال هذا، الا بغيت تقول شي كلمه للعشاق ديالك دابا، اللي بغاك السي الحسين راه يلقاك في المقهى ديال رشيد روكي. ان شاء الله. والاخوان هانتوما كتشوفوا الحسين راه كياخذ القهوه ديالو، كنتمناو ليه الصحه والعافيه ياك السي الحسين. وحنا تنورنا بك اليوم، وغادي هذا الفيديو غادي نشروه للعشاق ديالك اللي هما كثار، وكنتمناو لك في الاخير الصحه والعافيه. كنتمناو لك شي التفاته. هذا الشيء اللي كنطلبوا. حنا علاش خصصنا هذه القناه؟ خصصنا هذه القناه اللاعبين المشاهير المهمشين في البلاد ديالنا. يعني علاش كنهمشوا حنا النجوم؟ ها هو نجم اسطوره ولكن مهمش، وحتى شي واحد ما كيسول عليه، باستثناء بعض اللاعبين ديال الشباب المحمديه والاتحاد المحمديه هنا في مدينه الزهور. والسي الحسين بلا ما نكثر عليك، وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله والصحه والعافيه. ولا بغيتي تقول شي كلمه في الاخر سي الحسين، انت الشاشه قدامك. وكنشكرك السي الحسين، وكنتمنى لك الصحه والعافيه. وهذا الشيء اللي كان ان شاء الله، ونتمنى شي حلقات اخرى نقوموا مع الحسين اخوشاني ان شاء الله. وشكرا للحسين، شكرا.